شاط الكرة وجول. القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة تابعنا على القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، لايك للفيديو. انتهى كأس العالم، تنظيم عالمي من دولة عربية، رابع المونديال المغرب اللي شرف كل العرب، اللي خلانا فخورين اللي احنا عرب في التنظيم وفي الكورة. واحد هيقول لي احنا فين من كل ده؟ والفشل اللي بيحصل في مصر رياضيا في كل حاجة. احنا هنتكلموا على الكورة اللي احنا بنحبوها. ليه اتحاد الكورة فشل ضمن فشل ضمن فشل ضمن فشل؟ احنا عندنا الكورة مصالح، عدي لي حاجة عدي لك حاجة، كلها. حتى في المحاسبة مفيش حد بيحاسب حد. وزير شباب ورياضة مصلحة، اتحاد كورة كله بيخشه عشان الشو والمصالح، عشان يخش يشتغل في الاعلام مع ده ومع ده، يشتغل ويقبض مش عارف ايه. طز في الشعب، طز في الكورة، طز في منظر الكورة. هي دي المصالح. واحد زي بركات عشان اهلاوي، واحد زي بركات ده ما كانش قبل يخش الاتحاد، ما كانش اعلامي، ما كانش في الفضائيات. اول ما دخل اتحاد الكوره عامل برنامج بيطلع على كل البرامج، مش عارف ايه وبيتكلم زيهم. حازم امام لازم ياخد من الحته شويه. جمال علام التاني اللي في قناه صدى البلد، الرابع الخامس، ما بتعملوش لمنتخب مصر، ما بتعملوش تدريجيا. احنا انديتنا بتحب المصالح. انديتنا اندية الاقاليم والاندية اللي بتلعب درجة تانية ودرجة تالتة ودرجة رابعة، هم بيروحوا خدوا قرشين، عايزينكم تنتخبونا في الانتخابات القادمة، خش ان شاء الله هنعمل لكم نظام، وان شاء الله هتاخدوا فلوس، وان شاء الله هندعمكم. بس في حد بيختار اختيار جيد؟ مفيش. في حد حاسب طلوعنا من افريقيا من دور ال16 2019؟ مفيش حد اتحاسب. في حد اتحاسب على المشاكل اللي حصلت في كاس العالم 2018؟ مفيش حد حاسب. في حد حاسب على اللي حصل وخروجنا خارج المونديال 2022؟ مفيش حد حاسب. انا بقول لك كلها سبوبة من وزير الشباب والرياضة، من اتحاد كورة، من اعلام، من كل حاجة، كلها سبوبة. مين اللي بيحاسب؟ مفيش حد بيحاسب. لما واحد زي خالد بيومي، واحد زي حسن حمدي، واحد زي حسن شحاتة، مش في التدريب، دول قيمات كبيرة، ماشي. واحد زي محمود طاهر، واحد زي ياسين منصور، واحد اللي عندهم فكر رياضي، واحد زي خالد بيومي ده في ماتش بلجيكا قال 15 اسم عيال الشباب بيلعبوا خارج مصر. في حد من اتحاد الكورة او منتخب الشباب او منتخب الناشئين او المنتخب الاولمبي او المنتخب الكبير قعد مع الراجل ده مثلا
انت تعرف اسامي العيال؟ تعرف نجيبوا الشباب دي نخلوها نعمل لها اختبارات دي. انا بكلمك في حاجه ممكن تهين اللعيب اللي انت بس انا بتكلم عليه. في حد عرض عليه حاجه زي دي؟ مفيش. ليه؟ احنا من ضمن فشل لفشل لفشل. رحنا جبنا مدرب اجنبي لمنتخب الاولمبي، رحنا جبنا منتخب للمنتخب الكبير مدرب اجنبي. المنتخبات الشباب كده كده فيها مشاكل بتطلع من بطولات كده. انا بعمل ايه؟ انا لازم ببني مدربين. مدرب يطلع بديله رخصة وبشوف له وبتابعه وافضل وراه اديله ثقة. منتخب ناشئين، وبعد كده يعمل حاجة مع الناشئين منتخب شباب، يطلع مع منتخب الشباب منتخب اولمبي، يطلع مع المنتخب الاولمبي منتخب الاول تدريجيا. ده نظام الكورة. مش كل واحد يجي بفكر. يعني واحد دلوقتي يقول لك ايه، المدرب اللي معاك ده عالمي. ماشي يا عم، عالمي. المدرب ده 2023 بطولة افريقيا هنروحه بنفس الحرس القديم اللي هو بيلعب بيه ده، ولا هيبقى معاه 5-6 شباب وناشئين؟ احنا عايزين نعرفه، بس عايزين نعرفه. الميزة اللي انت بتعمل الاربع سنين انا اعتمد على الحارس القديم اخسر بطولة تنمشي المدرب الاجنبي ومشي ده ومفيش محاسبة. قال لي انت بقى، واحد هيقول لي ما يا عم ما تصبر نشوفه. اصبر ايه؟ اصبر ال 2026 اللي فيها 48 فرقة وافريقيا 9.5 وما خشش كاس العالم. ده يا رحمن يا رحيم كده، ده ضمن فشل. انا مش هستنى. كلكم مش عايزين تجيبوا حسام حسن، في علي ماهر واثبت اللي هو مدرب كبير، واثبت اللي مدرب 10/10. في مدربين في مصر انت بتريح دماغك عشان لما بيحصل حاجة مدرب اجنبي. هو المدرب الاجنبي ده بياخد ايه؟ بياخد بالدولار. ماشي، بياخد بالدولار. هو اول ما العملية مش موفقة مش عارف ايه، وانت هتقول له، هيقول لك الشرط الجزائي، ادفع الشرط الجزائي. دفع الشرط الجزائي، ماشي، هو مستفيد. في حد بقى بيحاسب اتحاد الكرة؟ وزير الشباب والرياضة يحاسب اتحاد الكرة؟ لا، ده ما حاسبوش في مشكلة الاهلي في نهائي افريقيا. هيحاسبهم في حاجة زي دي؟ عمر. هيقول لك انا ماليش جهة. مالكش جهة ازاي؟ هيقول لك الفيفا وقالت تدخل حكومي. تدخل حكومي لما يضيع اموال الشعب واموال الاتحاد يبقى ده تدخل حكومي؟ لا يا حبيبي. الفيفا لما يقول لك في فساد مالي حاسب وقدم الشكوى. المؤسسة الوحيدة اللي في مصر ناجحة مؤسسة الاهلي، وعايزين يفشلوها. ومنهم من وزير شباب ورياضة، من اتحاد كورة، من اعلام فاسد. الاعلام اللي بيطبل للعيب، اللي يفضل يقول لك صلاح مش صلاح. من امتى كنت بتطبله للعيب؟
ده في عز جيل الذهبي لمصر عمركم ما طبلتوا لابو تريكه ولا لاحمد حسن ولا وكانوا عاملين انجازات. انا ماليش دعوه بالانجازات الشخصيه عشان ما فيش حد يجاريني يقول لي ده رفع اسم مصر. لا يا حبيبي، ما رفعش اسم مصر، هو بيرفع اسمه بس. هيقول لك اسمه محمد صلاح المصري. يا عم انا برضو بيرفع اسمه، ما برفعش اسمي. لما يجي في منتخبي، لما يجي يلعب في منتخبي ويأدي ماشي. بس انتوا الاعلام بتحبوا التطبيل. طبل وخوف. طبل وخوف اللي هو ممكن يقلب عليكم الدنيا. طبل اللي انت ممكن ما تقعدش في مكانك. طبل. هو ده الاعلام الفاسد. هو عمرنا ما هننجحه. زي واحد طالع يجيب لك رئيس نادي المغربي الرجاء، قال له انت قدمت شكوى اللي انت تلعب في كاس العالم للانديه. ايه يا عم في ايه؟ لو ما كنتش امك مصر كنت عملت ايه؟ ده بس انا بجيب لكم حاجات، يعني بجيب لكم تخطيف الفساد الرياضي كله. انا ما بتكلمش على كل الرياضات. انا لو اتكلمت على كل الرياضات، في لعيبه تانية راحت خدت جنسيات عشان تلعب باسم دول تانية، وبسببنا، بسبب المسؤولين عن الرياضه في مصر. ونرجو الفتره الجايه لما دوري يصرف عليه ملايين زي الدوري المصري ولسه بتصوروا بكاميرا التليفون، يبقى دي فيها مشكلة. بكاميرا التليفون الدوري المصري. ولما انت راجل عايز تطور الكرة المصرية، اعمل زي السعودية، جيب لك 5-6 أجانب، اعرض على الأندية، ما تجيبليش غير الأجنبي الأوفر اللي اسمه اسم عالي عشان يرفع بالدوري العام المصري بتاعكم ويرفع بالكرة المصرية، يخلي اللي حواليه يتبهروا بيه. انت بتروح تجيب لعيبة ب2 جنيه وربع عشان انا سامع الاعلام اللي بيطبل والاعلام الوسخ بيطلع يقول لك انت جايب لعيب برازيلي ليه؟ على قد امكانياتك. انتوا بالمصاريف اللي انتوا بتعملوها دي كلها تدوا لبعض. ما فيش غير نادي واحد هو اللي بيعمل كل ده، هو النادي الاهلي. قال واحد هيقول لي طب ايوه نادي الزمالك ده راح جاب صفقات 11 صفقه او 12 صفقه. ال 12 صفقه مين اللي نجح منهم؟ ولا صفقه. مصطفى شلبي الصاب، الوردي سافر، اللاعب الافريقي التاني ده النبيبي ده واجع، مش عارف مين واجع، السيسي هو اللي فايق، دونجا لسه راجع من اصابه. مفيش حد في الاعلام اتكلم. عشان ايه؟ عارفين اللي هم هيشتموا. انت لو محايد ولا عندك اعلام، عشان انتوا بتقارنوا نفسكم ببين سبورت، انتوا مفيش مقارنه بينهم خالص، مفيش مقارنه، وجه مقارنه. شفت الواحد اللي هو ماشي في الشارع بياكل من الشارع، واحد مليونير، هم دول انتوا زي بعض كده، انتوا بتشحتوا. مفيش واحد فيكم يكون كلمة الحق. هو ده الفرق الاعلام. وانتوا عايزين الرياضة في مصر تبقى اعلى رياضة زي المغرب، نروحوا زي المغرب كده، ما نخافوش، نجيبوا مدرب مصري هو اللي يقود الفرقة، هو لما تصلح من نفسك في كل حاجة. وزير شباب ورياضة، اتحاد الكورة، اعلام، رؤساء اندية،
كل حاجة. الاحترام. ما تفضلوش انتوا في سكة وتطبلوا في سكة عشان احنا فهمنا خلاص. فهمنا. احنا مش هنستنوا تاني اللي احنا ما نوصلوش كاس عالم من بعد اللي احنا شفناه من المغرب. ومش مستنيين تطبيل لأي لاعب في منتخب مصر، كلها سواسية. زيزو زي صلاح زي تريزيجيه زي النني زي كوكا زي مصطفى محمد زي حجازي زي عبد المنعم زي الونش زي اكرم توفيق زي عمر جابر زي حمدي زي السولية زي امام عاشور زي فتوح زي رمضان صبحي زي عبد الله السعيد زي قفشه، كلها سواسية. بس اللي يلبس تيشيرت منتخب مصر يبقى انت مقتنع ان ده لعيب منتخب مصر. انتم سبب الفساد في الكرة المصرية. وزير شباب ورياضة، وبعيد عليها تاني، وزير شباب ورياضة واتحاد الكورة، ولازم رئيس الجمهورية يحقق بعد اللي هو شايفه. وهنا الرئيس كان بيهني المغرب ومالك المغرب في كل دور من الادوار لما المغرب بتصحى. لا، انت لازم حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء يحقق في الرياضة، ويشوف لنا وزير شباب ورياضة يجي ذكر يحقق في كل حاجة. احنا عايزين لما نوصل للأولمبيات بدل ما نجيبوا 8 ميداليات، لا نجيبوا 20 30 40 ميدالية. لما في الكورة يتحاسب. ليه كرة اليد احسن لعبة عندنا جماعية؟ كرة اليد ليه احسن لعبة جماعية؟ عشان فيها نظام. حسن حمدي ماشي رئيس الاتحاد الدولي، بس كان رئيس الاتحاد المصري، عارف النظام وعارف الأسس. عامل نظام أسرة كرة اليد كلها ماشية بيها. أسرة كرة اليد اعتمد على الشباب الناشئين، الشباب الكبار. تشوف دلوقتي منتخبك بيوصل من 8 وساعات من 4 وساعات من 4 الكبار، ساعات من 5. كله بطولة. ليه؟ هو ده المؤسسة. بعيدا عن وزير الشباب والرياضة اللي هو قاعد يخرب ما بيحاسبش المخطئ. دي انا حبيت اللي انا اتكلم على الفساد اللي بيحصل في الرياضة وفي كرة القدم بالذات. مسؤول عنها وزير الشباب والرياضة، الاعلام المصري كله. اتحاد كورة فاسد وكلهم بيلعبوا بمصالحهم وشركاتهم الشخصية كل حاجة. ولازم نظرة من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لازم يحاسب المخطئ في الرياضة. احنا مش اقل من المغرب، احنا مش اقل من اي فرقة وصلت كاس عالم وادت اداء متميز. احنا مش احسن من السعودية اللي هي غلبت الارجنتين بطل العالم دلوقتي. المغرب بتلعب من 4 الكبار، لعبت فرنسا، لعبت كرواتيا، لعبت اسبانيا، لعبت المغرب، لعبت البرتغال، طلعتهم. احنا مش احسن من الفرقة دي. نرجو محاسبة اي واحد مخطئ في الكرة المصرية، عشان لو احنا ما تقدمناش خطوة لقدام، قول على الكورة يا رحمن يا رحيم. قول على الكورة، عشان كله دلوقتي باصص المشاكل اللي بتحصل بين الاهلي والزمالك مش عارف ايه. انت لو حسبت
ووزير الشباب والرياضة خايف على الكرة المصرية، كان حاسب النقطة. بس انتم ما بتحاسبوه، جبنة، حرامية، كل حاجة في الكورة، كل حاجة في الرياضة ماشية كده بالسرجة. اعلام فاسد، وزير الشباب والرياضة فاسد، كل حاجة في الرياضة فاسد. احنا حبينا اللي احنا نقوله، واللي عايز يصلح هيصلح، اللي عايز يصلح هيصلح، اللي مش عايز يصلح هو عاجبه المشاكل اللي فيها الرياضة، هو قاعد يستفيد. هي استفادة، هي حلاوة ماشية، كلها بتتجسد، هي حلاوة وبتتجسد. حبة بياخد ده، حبة بياخد ده، التاني بياخد شوية، شركات ده بتشتغل، شركات ده بتطلع في السياحة، كلهم مصالح بتشتغل، واعلام كلها مصالح. ليه الهلام اللي انت بتشوفه هنا بيكون تبع المؤسسة دي، تبع الاعلام ده، تبع مش عارف ايه، تبع كلها حاميها حراميها. انا حبيت اللي انا اتكلم عشان احنا شايفين في كاس العالم المغرب والفرق العربية وتونس والسعودية عملوا حاجات احنا ما كناش متوقعينها. احنا مش اقل منهم، احنا مش اقل من المغرب اللي هي راحت ثبتت للعالم كلها ان العرب عندهم كورة. احنا بنلعبوا كورة، ولما بيجي المدرب الوطني بيثبت نفسه. المدربين الاثنين النهائي، الاربع مدربين ماشي وطنيين. انت عمرك ما هتاخد بطولة والعمر اللعيبة هتلعب بروح بمدرب وطني. فاهم النقطة دي؟ انا حبيت اللي انا افضفض معاكم في الكلمتين دول، عشان الكرة المصرية داخلة في سواد، مش داخلة في اعلى حاجة واصلة. ماشي، عشان ما فيش حد يجاريكم، عشان ما ننجوش بعد كده من الصدمة بالمواقف. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.